يعني اليوم احنا موجودين في مهرجان اكسبو الاصل الفلسطيني، وسعيدين جدا بوجود الشرطه اليوم بيناتنا، وقديش اليوم منتشرين عناصر الشرطه داخل المهرجان. بحب اعرفكم اليوم على المقدم لنا، طبعا هي غنيه عن التعريف بنابلس. تحكي عن هذا المهرجان بالبدايه. شوفي، هذا المهرجان يعني جميل انه دائما يشجعوا الناس تيجي على نابلس، بحيث انه نابلس هي بلد الامن والامان. تيجي بكل اريحيه تزور نابلس وتيجي على يعني تشتري تتسوق على راحتها. متواجدين على مدار 4 أيام بناء على امر عمليات الشرطه، انه نكون مده ال4 أيام متواجدين، بحيث انه نحفظ الامن في المكان، ما يكونش في مشاكل لا سمح الله. تواجد الشرطه مهم في انه دائما باتصال التواصل مع المواطنين، بحيث انه احنا معروفين يعني والناس بتعرفنا. اكيد اي مشكله بتصير هون احنا موجودين، بحس المواطن نفسه بالراحه والامان في حين انه يتسوق براحته، ما فيش مشاكل، خلص في شرطه، خلص اذا في امن وفي راحه. هذا هو الاساس وجودنا في وقديش دوركم اليوم كثير مهم، ونوعا ما يعني بعرف انه قديش متعب كمان. والله هو متعب، بس مهم جدا انه دائما ندعو الناس انه يزوروا نابلس، وفي ناس كمان من برا اجوا. نعم صحيح، اليوم لاحظنا زوار كثير كمان. بالضبط، وهذا الهدف الاساسي، انه الناس تيجي على نابلس من غير خوف، من غير ما تتردد. وبرضه هذا نوع من انواع تعزيز الصمود للمواطن الفلسطيني، واحنا مع المواطن انه دائما يشعر بالامان. اكيد صحيح. واليوم كمان احنا متوقعين الايام القادمه يكون في اقبال اكثر على من الناس على المهرجان. يعني هو مدته 4 أيام، والحمد لله لغايه الان الناس بتتسوق، ما في زحمه كثير، ما في فوضى، ما في مشاكل الحمد لله لغايه الان، وكل الوضع مستتب. يعني لاحظه خلفنا الناس عم يشروا عم يتسوقوا، وسعيدين جدا اليوم بوجود هذا المهرجان بنابلس. بالضبط، يعني هو من زمان صرنا احنا مش يعني فرحه الاطفال بكفي، ما فيش مهرجانات يعني زي هاي، بس يعني هذا الاشي بشجع انه الانسان الناس بدها تعيش، بدها تنبسط، بدها يعني فرحه الاطفال بتكفي. اليوم دامت عزك يا نابلس، يعني ما شاء الله. اكيد انا بشجع كل الناس تيجي على نابلس، عرب الداخل برضه يجوا على نابلس، كل الناس تيجي على نابلس، على اساس انه هي نابلس البلد الاقتصاديه، نابلس هي بلد الامن، وهي هي رقم 1 للعلم. انا دائما بقول ان نابلس الامن رقم 1، ان شاء الله دائما تضلها رقم 1. ما شاء الله جهودكم مشكوره بسياده مدير الشرطه، يعني ما شاء الله يعني جهود الشرطه خلال هاي الفتره ابرزت جدا كمان. اكيد يعني طبعا كل الشكر للعميد حقوق عيسى ابو علان، هو الداعم الاساسي، والشرطه الداعم الاساسي لاي مهرجان بيكون في نابلس. وجه تحيه منا ومنك للعقيد سامر الزيتاوي. اكيد مدير هذا، نعم صحيح، مدير الشرطه المجتمعيه والاعلام في محافظه نابلس، موجه له اكيد تحيه خاصه. هاي اكيد يعني هو مهتم جدا. قال لي خلال 4 أيام لازم نكون احنا متواجدين، واهلا وسهلا في الزوار، واهلا وسهلا فيكي، يعني انت دائما منورانا، ما شاء الله عنك نشيطه دائما قلبا وقالبا. اكيد الله يسعد قلبك يا رب حبيبتي. واكيد مشاهدينا الكرام احنا بنكمل جولتنا داخل مهرجان اكسبو الاصل الفلسطيني، فابقوا معنا.